نصلي على النبي كده يا شباب، عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الجزء الثاني من الدرس الأول وهو بناء الدولة المصرية. طيب احنا في الجزء الأولاني خدنا يعني إيه دولة ويعني إيه أركان الدولة اللي هم يتكونوا من الشعب والحيز الجغرافي والسلطة والسيادة. النهاردة هناخد يعني إيه مقومات نشأة الدولة المصرية وعوامل استمرارها. بس قبل ما نتكلم عن الدولة المصرية احنا عايزين نعرف هي الدولة أصلا تنشأ نتيجة إيه؟ أي دولة تنشأ نتيجة تضافر عدد من المقومات. طيب تضافر عدد من المقومات بتحول المجتمع من مجرد تجمعات سكانية إلى كيان سياسي متحد. يعني إيه الكلام ده؟ تعال أقول لك يا باشا. أنت فاكر السنة اللي فاتت لما خدت المصري القديم أو حكاية المصري القديم قبل الوحدة المركزية الأولى اللي هي وحدة الملك مينا؟ هو المصري القديم اصلا كان زمان كان عايش على ايه؟ قال لك المصري القديم كان عايش على حياة الترحال. اعتبر ان ده المصري القديم كان عايش حياة ترحال لحد ما نزل على نهر النيل، نزل على ضفاف النيل، اتعلم الزراعة. هو الأول كانت الحرفة الأساسية بتاعته الصيد، كان بيصطاد من هنا لهنا وكان عايش على الهضاب. نزل على نهر النيل فتعلم الزراعة، فعرف يعني إيه استقرار. أول ما عرف الاستقرار ابتدى يبني بيوت. لما ابتدت البيوت تكبر اتكونت القرى، ثم اتكونت الأقاليم، ثم اتكونت الدولة. طب الدولة اتكونت ازاي؟ كانت مصر عدة أقاليم ولكن ما فيهاش سلطة مركزية موحدة أو سلطة مركزية قوية اللي هي الحكومة المركزية. طيب لحد ما جه مين؟ الملك مينا سنة 3200 تم توحيد القطرين، القطر الجنوبي والقطر الشمالي. كان الوجه البحري والوجه الإبلي كانوا بيضربوا في بعض لغاية ما الملك مينا انتصر في المعركة على حاكم الشمال وعمل حكومة مركزية موحدة. يبقى الإنسان نزل على ضفاف النيل، اتعلم الزراعة، عرف الاستقرار، فكون بيوت، فتحولت لقرى ومدن وأقاليم. الأقاليم ديت كانت محتاجة سلطة مركزية قوية تحكم عليها وتديرها، فجت السلطة المركزية بقيادة الملك مينا أو نعرمر سنة 3200 في الوحدة التاريخية. طيب يعني معنى كده نعيد تاني، الإنسان كان دائم الترحال والتنقل، نزل على ضفاف النيل، اتعلم الزراعة، عرف الاستقرار، ابتدى يبني بيوت، البيوت اتحولت لقرى، القرى اتحولت لأقاليم، الأقاليم دي كانت محتاجة سلطة مركزية قوية عشان تديرها. طيب واتعملت السلطة المركزية. الملك مينا كان ذكي. الملك مينا عمل ايه؟ عمل ازدواجية الالقاب، كان بيتسمى بالالقاب بتاعة الشمال والجنوب، وراح قعد في الشمال مع انه هو كان ملك الجزء القبلي او الوجه القبلي، ولكن راح قعد في الشمال وخلى العاصمة هناك في الشمال. ليه؟ عشان بتوع الشمال يحسوا ان هو منهم، وفي نفس الوقت جوزهم من بعض. يعني بقى مثلا انا في الوجه القبلي ناحية الملك مينا، جابني رحت اتجوزت واحدة من الوجه البحري واخوها جه اتجوز اختي من الوجه القبلي، فحصل تجانس بشري. حصل ايه يا صاحبي؟ تجانس بشري ووحدة وطنية. حصل تجانس بشري ووحدة وطنية. يبقى نعيد تاني، الإنسان نزل على نهر النيل، نهر النيل خليه يعلمه الزراعة، علمه الزراعة، ثم عرف الاستقرار، ثم عمل سلطة مركزية على يد الملك مينا. الملك مينا عمل ايه في الشعب في الوجه القبلي والوجه البحري؟ عمل تجانس بشري ووحدة وطنية. لما حصل التجانس البشري والوحدة الوطنية كونا ايه؟ كونا قوة عسكرية قوية. مش جيش الشمال انضم على جيش الجنوب وبقى جيش واحد، فكونا قوة عسكرية قوية. طب القوة العسكرية ديت هتدافع عن ايه؟ هتدافع عن مصر، يعني هتدافع عن الموقع الجغرافي. نعيد تاني، الإنسان نزل على نهر النيل بعد حياة الترحال والتنقل، عرف الزراعة فعرف الاستقرار فكون قرى
واقاليم. القرى والاقاليم دي كانت محتاجه سلطه مركزيه قويه. طيب السلطه المركزيه لما جت اللي هو على يد الملك مينا عمل تجانس بشري ما بين الوجه القبلي والوجه البحري، ثم الى قوة عسكرية. كون قوة عسكرية. القوة العسكرية ديت هتعمل ايه؟ هتحافظ على الموقع الجغرافي من خلال عدة انتصارات عملتها على مر التاريخ. الجيش بتاعنا عمل انتصارات على مر التاريخ. طيب انت عشان تدون الانتصارات ديت يعني من خلال الحفاظ على الهوية المصرية او الهوية الوطنية. طيب انا بحكي لكم الكلام ده كله ليه؟ الكلام اللي احنا قلناه ده انا عايزك انت بقى اللي تطلع مقومات الدولة المصرية او مقومات نشأة الدولة المصرية وعوامل استمرارها عبر الزمن. المقومات بتاعت نشأة الدولة المصرية عندنا مقومات طبيعية وعندنا مقومات بشرية. مقومات طبيعية يعني من صنع ربنا، هو اللي حطها لنا في مصر من عند ربنا. المقومات البشرية اللي عملها الشعب المصري، سواء الحكومة، سواء قوة الجيش، سواء التجانس البشري، سواء الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الحضاري. الكلام ده كله مقومات بشرية. طيب انا عايزك انت كده تخش عليا كده وتحاول انت اللي تطلع المقومات اللي انا كاتبها لك ديت. المقومات دي بتاعت الكتاب. انت لو فهمت الجزئية او السلسلة ديت وهكتبها لك في الاخر بشكل كويس وبخط واضح عشان تفهم. انا عارف ان انا خطي وحش. طيب الانسان نزل على نهر النيل. نهر النيل ده مورد طبيعي ولا مورد بشري؟ مورد طبيعي اصلا من زمان، واحنا عارفين ان النيل مورد طبيعي وهو شريان الحياة. احنا اللي عاملينه ولا ربنا هو اللي عامله؟ ربنا هو اللي عامله. طيب يبقى اول حاجة نهر النيل ده مورد طبيعي. عندنا الموارد الطبيعية رقم 2 في مقومات نشأة الدولة المصرية. طيب تعالى نهر النيل علم الإنسان الزراعة. لما علمه الزراعة عرف الاستقرار. لما استقر بنى قرى وأقاليم. ابتدت الأقاليم دي تكتر، فاحتاجنا لسلطة مركزية قوية. السلطة المركزية ده رقم 1. السلطة المركزية رقم 2 اللي هي الحكومة المركزية القوية. طيب تعالى تاني. طب الحكومة المركزية القوية اللي هو الملك مينا عمل ايه ما بين المصريين؟ عمل ما بينهم تجانس بشري ووحدة وطنية. تجانس بشري ووحدة وطنية. ده تالت مورد معانا او تالت مقوم معانا. طيب التجانس البشري والوحدة الوطنية دول عملوا ايه في الاخر؟ احنا مش قلنا الجيش ده انضم على الجيش ده فبقينا قوة عسكرية قوية، فكونا قوة عسكرية قوية رقم 4. طيب القوة العسكرية ديت هتحمي مصر. مصر دي اللي هي الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي والحدود الطبيعية. طب الموقع الجغرافي ده في الاخر والقوة العسكرية ديت عايزة تدون كتاباتها زي ما كانت بتدون احداث ومعارك تحتمس الثالث ورمسيس الثاني على المعابد وعلى الجدران. عايزة تحافظ على الهوية الوطنية من خلال ذكر الأحداث ديت، من خلال الاحتفال دلوقتي بالمناسبات الوطنية، من خلال الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي، الاهتمام بدار الأوبرا، الاهتمام بأصول الثقافة زي ما احنا هناخد دلوقتي بالتفصيل. يبقى عندنا كم مقوم من نشأة الدولة المصرية؟ عندنا 6. عندنا كم واحد؟ عندنا 6. عندنا منهم 2 طبيعي وعندنا منهم 4 بشري. الاتنين الطبيعي اللي هو الموقع الجغرافي الحدود الطبيعية والموارد الطبيعية، وهناخد كل واحدة بالتفصيل دلوقتي. وعندنا 4 بشري من أول التجانس البشري والوحدة الوطنية اللي اتعملوا بسبب الحكومة المركزية القوية، ثم عملنا القوة العسكرية التي حافظت على الهوية المصرية هي والشعب المصري. تمام؟ طيب ناخد واحدة واحدة ونفهم بالتفصيل. طيب الموقع الجغرافي والحدود الطبيعية يا صاحبي. أول حاجة وقوع مصر. قال لك وقوع مصر في قلب العالم القديم. احنا عارفين مصر من زمان في قلب العالم القديم، يبقى في قلب قارات العالم القديم. ايه هم قارات العالم القديم؟ اسيا، اوروبا، افريقيا. وقوع مصر في قلب العالم القديم ده اكسبها ايه يا صاحبي؟ اول حاجة جعلها مركز مهم. مركز مهم لايه؟ اول حاجة التواصل الحضاري، تاني حاجة تبادل تجاري. احنا من زمان وعارفين ان موقع مصر استراتيجي.
موقع مصر جغرافي مميز، موقع مصر اكسبها اهميه اقتصاديه. ليه يا صاحبي؟ ما لسه بقول لك بتطل على قارات العالم، في قلب العالم، بتطل على قاره اسيا، في جزء منها شبه جزيره سيناء في قاره اسيا، الجزء الكبير في قاره افريقيا، في تطل على البحر المتوسط اللي بيصل لقاره اوروبا. يبقى مصر مركز مهم للتواصل الحضاري والتبادل التجاري. التواصل الحضاري عشان مصر زي ما قلنا في قلب العالم، ولكن مصر منفتحة على دول العالم، بتتواصل حضاريا مع دول العالم كله. جغرافي. طب ايه اللي بيخص الحدود الطبيعية؟ مصر كان عندها حدود طبيعية آمنة. يعني ايه حدود طبيعية؟ الحدود الطبيعية ديت شكلت حواجز طبيعية. يعني ايه شكلت حواجز طبيعية؟ هفهمك دلوقتي يا صاحبي. دي اعتبر اللي هي دي مصر، بص يا صديقي، احنا عندنا حدود شمالية، حدود غربية، حدود جنوبية، حدود شرقية. طيب زمان قديما الحدود ديت شكلت حواجز طبيعية لأي غزو بيحاول يخش لنا. يعني ايه الكلام ده؟ لأي حد عايز يجي لنا من الشمال هيلاقي البحر المتوسط. زمان ما كانش مميزين في صناعة الخشب أو صناعة المراكب قوي، ما كانش أي حد بيعرف يصنع المراكب القوية أو المراكب الكبيرة اللي تمشي في البحر المتوسط. يعني 99% أنت لو صنعت مركبة هتغرق عمال ما تخش مصر من جهة الشمال. طيب لو من جهة الغرب، من جهة الغرب يعني في ليبيا فيها بحر رمال كبير وجبال كتيرة قوي هنا. لو عديت يا عم الرمال ديت هتخش مصر، هتلاقي هنا مثلا جبل العوينات، وهتلاقي هنا بحر الرمال العظيم، وهتلاقي الصحراء الغربية. يعني حرفيا لو حتى دخلت من بحر الرمال والرمال الناعمة وما غرستش في الأرض هتلاقي نفسك في صحراء طويلة عريضة، واحنا عارفين ان مصر أكبر جزء فيها من مساحتها صحراء. هتلاقي نفسك تهت، فعمال ما هتوصل هتلاقي نفسك مت أصلا من العطش والتوهان. تمام. طيب لو جيت من الجزء الجنوبي اللي هو السودان، وقلت بقى تشغل دماغك وعندك مراكب صغيره وهتخش عن طريق نهر النيل، ما هو انت لو دخلت من هنا دي الصحراء الشرقيه برضه هتتوه، ولو دخلت من هنا دي الصحراء الغربيه زي ما قلنا برضه ممكن تتوه بالجيش بتاعك. طب هتشغل دماغك وهتخش من نهر النيل. فاكرين سنه اولى قلنا ان في حاجه اسمها الجنادل. الجنادل ديت كتل صخريه ضخمه في النيل. ده هنا كان في الجندل الاول في أسوان. الجندل الأول في أسوان كان بيعيق السفن وهي ماشية. السفن وهي ماشية تلاقي الجندل حرفيا ممكن تتخرم وممكن تغرق. فكانت أسوان زمان مركز ترانزيت. يقول لك أنت كنت بتتاجروا إزاي؟ كانت البضاعة بتوصل لغاية أسوان مركز ترانزيت وتنقلها للناحية التانية. يعني أي غزو خارجي جاي من ناحية الجنوب هيتصدم بالجندل. وحتى لو عرفت تعدي عن طريق ترانزيت، عمال ما هتعدي يكون الحكومة المركزية والجيش المصري جاهز وهيتصدى لك. يعني كده معنى كده ان الجهة الجنوبية برضو خربانة، والجهة الغربية برضو خربانة، والجهة الشمالية خربانة. يعني ايه؟ صعب ان انت تخش. طب انت ما جبتش سيرة ليه الجهة الشرقية؟ ما هو الجهة الشرقية برضو هنا في البحر الاحمر اللي هو اسمه بحر القلزم، يعني برضو هيبقى صعب ان انت تخش. انت لو فايق هتيجي تقول لي يا مستر ما في حته صغيره فوق فيها يابس، الحته الصغيره اللي هي بتاعت ايه؟ جزء رفح والعريش اللي هو جزء شمال سيناء. احنا ديت اضعف اماكن الحدود. اي غزو هيخش لنا بيخش لنا من المنطقه ديت. منطقه ايه؟ شمال شبه جزيره سيناء. الجزء ده ضعيف جدا. ليه؟ الجزء ده يابس، اي نعم صحراء بس يابس متساوي. يعني انت ممكن تخش صحراء بس من فوقيك هنا في بحر. يعني انت شايف الدنيا وشايف، مش هتتوه في البحر. لو مشيت على الخط الساحل بتاع البحر هتوصل لغاية الدلتا. لما توصل لغاية الدلتا يعني انت وصلت لقلب مصر. فطبيعي ان الجزئية ديت تبقى ضعيفة امنيا. فهي دي الجزئية الوحيدة اللي كانت ضعيفة بالنسبة لمصر. انما حدود مصر كلها زمان في العصر القديم كانت تمثل حواجز طبيعية قامت بحماية الوادي ده والدلتا. خط النيل ده اسمه الوادي اللي هو مصر بتعيش عليه او السكان مصر بيعيشوا عليه. فطبيعي مثلت حواجز ايه
طبيعية. يبقى أول حاجة وقوع مصر في قلب العالم جعلها مركز حضاري مهم للتواصل الحضاري والتبادل التجاري. تتمتع مصر بحدود طبيعية مثلت حواجز طبيعية تحمي قلب الدولة اللي هو الوادي والدلتا. طيب سألتك سؤال مهم، ماذا لو لم يكن يوجد حواجز طبيعية؟ كانت هتبقى سهل قوي لأي دولة عايزة تغزونا أو أي قوة عسكرية عايزة تغزونا تخش بكل سهولة، سواء من الجهة الجنوبية، سواء من الجهة الغربية، سواء من الجهة الشمالية، سواء من الجهة الشرقية. هيبقى سهل بالنسبة لها اللي هي تغزو مصر بكل سهولة. طيب الموقع ده ساعدنا على الاستقرار. موقع مصر ساعدها على الاستقرار. احنا لسه قايلين دلوقتي الحدود عملت حواجز طبيعية، فمفيش اي غزو كل شوية يخش لنا، فطبيعي احنا قاعدين مستقرين. المصريين قاعدين مستقرين، هيحسوا بايه؟ هيركزوا بس على البناء والزراعة، وهو ده اللي عمله المصري القديم، قام بالتركيز على البناء والزراعة. بقى الحاج جمال حمدان ده كاتب مصري، قال لك ايه في كتابه شخصية مصر؟ اتكلم عن عبقرية المكان. يعني ايه عبقرية المكان؟ قال لك لن تفهم كيان مصر او تاريخها خارج اطار الموقع، فمصر موضعا دولة نهر وموقعا دولة برزخ. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده كبير صح؟ على نرتبه ونفصصه حتة حتة. قال لك ولو لم يكن النيل فرضا لفرض الموقع نفسه يقينا. يعني ايه الكلام ده يا صاحبي؟ يلا بقى بالراحة نفصصه حتة حتة. جمال حمدان كتب في كتابه شخصية مصر، عمل كتاب اسمه شخصية مصر، اتكلم عن عبقرية المكان او عبقرية الموقع الجغرافي بتاع مصر. فقال لك لن تفهم كيانها، مش هتفهم كيان مصر او تاريخها خارج اطار الموقع. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك فمصر موضعا دولة نهر، هي فعلا دولة نهر اللي هو نهر النيل، ولكن موقعا دولة برزخ. يعني ايه برزخ؟ البرزخ ده الفاصل ما بين قارتين او الفاصل ما بين مسطحين مائين. احنا عندنا الكلام ده في مصر، طبعا شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء ده فاصل ما بين قارتين اللي هي قارة اسيا وقارة افريقيا، وفي نفس الوقت فاصل ما بين مسطحين مائيين، البحر المتوسط والبحر الاحمر. صح ولا غلط؟ يبقى البرزخ ده منطقة ما بين قارتين او منطقة فاصلة بين قارتين او منطقة فاصلة بين مسطحين مائيين اللي هو البحر الاحمر والبحر المتوسط. يبقى هو دولة برزخ قصده ان هي دولة موقعها متميز في قلب العالم، تطل على قارات العالم، تطل على بحرين او مسطحين مائيين مهمين. تمام. ولو لم يكن النيل فرضا لفرض الموقع نفسه يقينا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لو زي ما بيقول هيرودوت قال لك مصر هبة النيل، فردنا عليه قلنا مصر هبة النيل والمصريين. جمال حمدان بيقول لك مصر هبة النيل والمصريين والموقع الجغرافي. ازاي؟ ما هو احنا حضرتك دلوقتي لو مصر هبة النيل بس، يعني لو مصر دي هدية من النيل، مصر بجلالة قدرها بتاريخها ده بسبب النيل او بسبب الموارد النيل اللي احنا خدناها منها، سواء الزراعة اللي ساعدت على التجارة والكلام ده كله. طيب كانت السودان ما بيجري برضو فيها النيل، كانت عملت حضارة كبيرة برضو هي كمان. اشمعنى ما عملتش؟ ليه؟ عشان مصر هبة النيل والمصريين. المصريين هم اللي عملوا الحضارة واستغلوا المورد الطبيعي اللي ربنا أكرمنا بيه وهو نهر النيل. تمام؟ طيب لو مفيش نيل، لو مفيش نيل مصر ما كانتش هتبقى كسبت أهمية اقتصادية وأهمية استراتيجية في العالم؟ لا طبعا هتبقى كسبت. ليه؟ بسبب الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي احنا لسه قايلين في قلب العالم. طب لو مفيش نيل، شيل النيل كده، الموقع الجغرافي ده هيتحرك ولا هنفضل في نفس المكان؟ طبعا هنفضل نفس المكان. يبقى جمال حمدان قال لك موضعا دولة نهر وموقعا دولة برزخ، ولو ما كانش موجود النيل لفرض الموقع نفسه يقينا، لفرض الموقع نفسه على دول العالم كلها، وفضلنا نتميز بالموقع الجغرافي. يبقى في بحر احمر، يبقى في بحر متوسط، فهنطل على القارات وهنصل القارات. عندنا تاني حاجة وهي الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية ديت أول حاجة عندنا نهر النيل. نهر النيل قال لك أهم مورد طبيعي وهو عامل أساسي لنشأة
الدولة المصرية، حيث عمل نهر النيل خلى المصري القديم من جامع ثمار، مجرد جامع ثمار، الى مزارع مستقر. انا لما جيت رسمت لك دلوقتي الانسان، لما رسمت لك من شويه الانسان وقلت لك كان بيقوم على حياه التنقل والترحال بين الهضاب، بعد كده جه على ضفاف النهر فتعلم الزراعه، لما اتعلم الزراعه عرف الاستقرار. طيب يا معنى كده ان نهر النيل هو اللي علمك الزراعه، لو من غير نهر النيل يعني ما كانش فيه ميه، يعني ما كانش هيتعلم الزراعه. طيب من غير نهر النيل ما كانش هيتحول الى مزارع مستقر، لا كان هيفضل جامع ثمار يتنقل ويترحل من مكان لمكان بحثا عن الاكل والطعام. فنهر النيل هو يعد اهم مورد طبيعي، ولكن ليس الاوحد. انا كاتبها لك كده من عندي، ليس الاوحد. مش نهر النيل بس هو الوحيد اللي ساعد على نشأة الدولة المصرية. انا لسه كنت قايل لك برضو هنا ان الانسان لما اتعلم الزراعة وعرف الاستقرار بسبب نهر النيل كون قرى، والقرى اتحولت لاقاليم، فالاقاليم دي كان فيها نزاعات فيما بينها، زي اقاليم الوجه البحري واقاليم الوجه القبلي، لغايه ما جه الملك مينا ووحد القطرين وعمل حكومه مركزيه قويه. يعني كده انت قصدك يا مستر ان الحكومه المركزيه القويه هي السبب في نشأة الدولة واستمرارها؟ لا برضو مش هي لوحدها، مش هي لوحدها، ده عدة مقومات. هو ما قالكش مقوم واحد، ما قالكش ان نهر النيل هو الوحيد اللي نشأت الدولة المصرية بسببه، ما قالكش ان الحكومة المركزية هي اللي نشأت الدولة المصرية بسببها، لا هو جايب لك عدة مقومات، المقومات ديت بتكمل بعضها. طيب احنا لسه بنتكلم على نهر النيل. نهر النيل ساعد زي ما قلنا على تحول المصري القديم من جامع ثمار الى مزارع مستقر. طبعا عن طريق ايه؟ بص الحته ديت، في نهر نيل، في نهر نيل اهو، في النيل احنا عايشين فيه. طيب لو مفيش اداره بتحكم الاقاليم اللي هي على نهر النيل او المحافظات على نهر النيل، طيب لو مفيش اداره خلت المصريين يعملوا جماعيا عشان مثلا يبنوا سدود، او عمليات تصريف الري، او حفر قنوات، او عمل خزانات، هو مش نهر النيل ده بيحصل له فيضان؟ طب لو حصل فيضان عالي هيعمل ايه؟ لو مفيش سدود ومفيش الكلام ده كله هيعمل ايه؟ هيغرق الارض، هيغرق البيوت، هيموت المحصول. لو حصل فيضان كبير ميه كتير هتغرق الدنيا، يعني ممكن الناس تموت، تهدم كل شيء انت بنيته، صح ولا غلط؟ يعني معنى كده ان مش نهر النيل هو الاساس في نشأة الدولة. الاساس في نشأة الدولة عدة مقومات زي ما قلنا. يعني نهر النيل كان يلزمه حكومة مركزية قوية او ادارة مركزية قوية. الادارة المركزية القوية هتعمل ايه؟ هتجمع الناس، يعني هتعمل عمل جماعي. العمل الجماعي هيعمل ايه؟ هيبني سدود. لما هتبني سدود يعني معنى كده نظمت الري. تنظيم الري في الزراعة ده مهم جدا يا شباب. يعني معنى كده ان نهر النيل يعد اهم مورد طبيعي ولكن ليس الاوحد. احتاج ايه؟ وجود اداره مركزيه قويه. الاداره المركزيه القويه هتعمل عمل جماعي ما بين المصريين، وهي اللي هتدير العمل الجماعي. هتديره في ايه؟ في بناء سدود. لما هتبني سدود يعني كده نظمت الري. تمام يا شباب؟ طيب المصري القديم، المصري القديم قدس النيل، قدس النيل. المصريين القدماء حرفيا كانوا بيقدموا قربان للنيل. بان الكلام ده زي ما قلنا في أنشودة النيل وكتاب الموتى. كتاب الموتى ده كان بيتحط مع المتوفي داخل القبر بتاعه او داخل المقبرة بتاعته، وكتاب الموتى مكتوب فيه حاجة عن النيل اللي أنا لم ألوث مياه نهر النيل. طيب أنشودة النيل، أنشودة النيل كان المصري القديم بيغني للنيل وبيقدم قرابين، لدرجة إن في حاجة احنا بنتكلم عليها اسطورة كده الناس اخترعتها، اللي هي عروسة النيل. عروسة النيل ديت يعني ايه؟ كان زمان المصري القديم كل فترة بيقدم قربان للنيل. قربان ده يعني يذبح حاجة ويحطها في النيل، بس احنا ما كناش بنذبح حاجة، احنا كنا بنرمي عروسة حقيقية، بنت حقيقية، يزينوها ويجملوها ويخلوها جاهزة اكنها للزواج ويرموها في النيل. يعني كان بيقدس النيل ده تقديس غير عادي، لدرجه ان هو عمل انشوده للنيل وكان مسميه حابي، وبيقول لك الذي اخفى مصادره في الظلمات
النيل لما بيجي بالفيضان بيعم الشعب فرح. قدس النيل بطريقة غير عادية. ده مين ده؟ المصري القديم. طيب عندنا حاجة تانية، وفرت العديد من الموارد الطبيعية الأخرى. زي إيه؟ عندنا زي الأحجار، زي المعادن، زي الأراضي الخصبة. دي كلها موارد طبيعية. موارد طبيعية، الأحجار استخدمناها في المعابد والأهرامات وبناء الحضارة المصرية القديمة. طيب المعادن زي الذهب، زي النحاس، زي الفضة. احنا مقبرة توت عنخ آمون دي كلها ذهب، تحتوي على أكتر من 5000 قطعة أثرية كلها من إيه؟ من الذهب. فاستخدم المعادن والأحجار في بناء الحضارة، وطبعا الأراضي الخصبة في الزراعة والاستقرار. طيب يا صاحبي، عندنا تالت حاجة يا صاحبي، وهو التجانس البشري والوحدة الوطنية. يعني ايه التجانس البشري والوحدة الوطنية؟ قال لك انصهر سكان وادي النيل في بوتقة ثقافية واحدة. البوتقة ديت إناء كانوا بيحطوا فيه المعادن زمان ويحطوها على النار. يعني مثلا عايزين يخلطوا ما بين الذهب والفضة، يجيبوا شوية ذهب وشوية فضة مثلا، يعني عايزين يعملوا تاج من الذهب أو الفضة، وهم اللي يصنعوا، يجيبوا شويه ذهب وشويه فضه يحطوهم في الاناء اللي هو البوتقه ديت، ويولعوا النار عليه لغايه ما ينصهر الذهب والفضه ويخشوا في سائل متحد. السائل المتحد ده يصنعوا منه مثلا التاج او الحلي. تمام يا صاحبي؟ يبقى انصهر سكان وادي النيل في بوتقه ثقافيه واحده، مما شكل كتله صلبه يصعب تفتيتها. يعني ايه الكلام ده يا صاحبي؟ هقول لك دلوقتي. المصري القديم احنا لسه قايلين ان كان عايش في اقاليم. لما عاش في اقاليم جت حكومه مركزيه قويه اللي احنا هناخدها دلوقتي، اللي هي حكومه الملك مينا، وحد القطرين. فحصل تجانس ما بين المصريين، تجانس لدرجه ان احنا وصفناه ان هم انصهر سكان وادي النيل، صهر سكان مصر كلها في بوتقه ثقافيه واحده، زي ما بينصهر المعادن وتخش مع بعض في نسيج واحد او في سائل واحد، مما شكل كتلة صلبة يصعب تفتيتها. هذا التجانس جعل من الوحدة السياسية أمر طبيعي، وهذا التجانس برضو جعل إيه؟ قال لك ساعد على عدم تأثر المصريين بثقافة المحتل، بل حافظوا على الهوية المصرية. يعني إيه الكلام ده دلوقتي؟ فهمهولك. بص يا صاحبي، إحنا كنا عارفين على مدار التاريخ مصر دي كانت محتلة. على مدار التاريخ حصل احتلالات كتير، زي الاحتلال البريطاني، زي الحملة الفرنسية. الكلام ده كله حصل فين؟ في مصر، زي الهكسوس زمان. طيب احنا ما تاثرناش بثقافه المحتل. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك دلوقتي مثال حالا. دلوقتي بلاد زي شمال افريقيا زي تونس، جزائر، مغرب، وخصوصا الجزائر تعرضت لاحتلال فرنسي، واحنا في نفس الوقت كنا من البريطاني او تحت الاحتلال البريطاني، والجزائر تحت الاحتلال الفرنسي. هل احنا خرجنا من الازمه ديت لما تم جلاء الاحتلال سنة 56؟ قعد فوق ال 74 سنة. احنا خرجنا متأثرين بثقافتهم، بنعمل زيهم. يعني مثلا البنات اللي عندنا بيلبسوا زيهم، الولاد بنلبس زيهم؟ لا، ما حصلش الكلام ده. طب هل اتكلمنا لغتهم؟ لا طبعا. انت عندك كم واحد بيتكلم انجليزي في مصر؟ قليل جدا بالنسبة ل 120 مليون. طيب بالنسبة بقى لفرنسا والجزائر، اللي حصل في الجزائر ان حرفيا دلوقتي تقريبا بقت المفروض اللغة الام اللغة العربية، لا هي دلوقتي اللغة الفرنسية. الجزائر كلها بتتكلم فرنسي، واتجوزوا من بعض. ودلوقتي مثلا زي زين الدين زيدان، ابنه الحارس المرمى بتاع منتخب الجزائر مثلا، هو كان بيلعب في فرنسا، يعني من اصول جزائريه، بس هو اختار ان هو يلعب في فرنسا. تمام. يعني حصل ايه؟ الثقافه بتاعت المحتل غطت على الثقافه الاصليه، انما احنا كمصريين قال لك الانصهار ده والتجانس البشري والوحده الوطنيه ساعدت على عدم تاثر المصريين بثقافه المحتل، بل حافظوا على الهويه المصريه. زي اللغه المصريه فضلت زي ما هي. احنا اللغة المصرية او اللغة العربية ديت دخلت سنة 641 في الفتح الاسلامي لمصر، وفضلت لغة عربية لحد الآن، باختلاف بقى لهجتها. طيب زمان، قال لك زمان احنا كنا بنتكلم اللغة المصرية القديمة اللي هي الهيروغليفية،
ثم الهيراتيقية والديموطيقية، ثم مع دخول الرومان لمصر ومع نشر المسيحية اتكلمنا شوية باللغة القبطية، واستمرت لحد الفتح الإسلامي لمصر. سجل الكلام اللي انا بقول لك عليه ده، الكلام ده كله والاحداث ديت مهمه جدا، لازم تربط التاريخ ببعضه. احنا بنتكلم على التاريخ الوطني، منهجك بيتكلم على التاريخ الوطني، لازم تبقى فاهم الاحداث كلها اللي دارت في مصر ايه، وتعرف اللغات. زي احنا بنتكلم عن اللغه دلوقتي، تعرف ايه اللغه اللي كنا بنتكلم بيها زمان، وايه اللغه المصريه او اللغه العربيه دلوقتي اللي احنا بنتكلم بيها دي دخلت امتى. طب قبل اللغه العربيه كنا بنتكلم لغه ايه؟ حاول تركز معايا. طيب التجانس البشري ده بيقلل من الصراعات الداخليه. يعني ايه الكلام ده؟ ما احنا متجانسين، احنا عارفين بعض، احنا بنحب بعض، احنا متعاونين مع بعض، احنا يد واحده كمصريين. ده هيمنع ايه؟ يقلل من الصراعات الداخليه فيما بين الشعب، ويرتبط بشكل طردي مع الاستقرار. سجل الكلام ده، الكلام ده مش مكتوب في الكتاب، سجل الكلام ده هتحتاجه. يرتبط بشكل طردي مع الاستقرار ويقلل من الصراعات الداخلية. تمام يا صاحبي؟ طيب رقم 4 عندنا الحكومة المركزية القوية. أنا من وجهة نظري متواضعة، الحكومة المركزية القوية هي الأساس، هي الأساس لنشأة الدولة. والله من غير الحكومة المركزية، يعني أنا مقتنع إن دلوقتي الشعب ده لازم ياخد شوية على دماغه، لازم تسيطر عليه شوية. ليه؟ لو مفيش حكومة مركزية بتسيطر، الشعب ده كله هيضرب في بعضه، كل واحد هيعمل إيه اللي في دماغه. طيب يا شباب ملناش دعوه، نرجع للمنهج بقى. الحكومه المركزيه القويه، قال لك فكان قيامها بعد توحيد القطرين اللي هو 3200، قال لك هو الاساس الحقيقي لظهور الدوله اذا تحولت من تجمعات سكانيه اللي هو الاقاليم اللي انا رسمتها لك من شويه في اول المحاضره، من تجمعات صغيره الى دوله منظمه ذات سياده موحده ونظام اداري واحد. نظام واحد هو اللي بيدير شؤون الاقاليم دي كلها، وسلطه واحده ليها سياده على الاقاليم دي كلها. تمام؟ يبقى الحكومه المركزيه القويه اللي هي كانت بعد توحيد القطرين 3200 هي الاساس الحقيقي لظهور الدوله. الحكومه المركزيه القويه بعد توحيد القطرين 3200 هي الاساس الحقيقي لظهور الدوله، اللي هي صاحبي اذا تحولت من تجمعات سكانيه صغيره اللي هي الاقاليم والمدن والقرى الى كيان سياسي متحد ذات سلطه موحده وذات نظام اداري واحد. تمام؟ ديت الحكومه المركزيه القويه. ننقل على اللي بعده، القوه العسكريه. مصر من قديم الازل ليها جيش. من بعد بقول لك الحكومه المركزيه ده حصل جيش، عملنا قوه عسكريه. القوه العسكريه ديت حمتنا من اي حد حاول يحتلنا. يعني زي مين؟ زي الهكسوس. الهكسوس دخلوا مصر، دخلوا حاولوا يحتلونا، لا هم احتلونا، الهكسوس احتلتنا. ولكن مين اللي انتصر عليهم؟ انتصر عليهم احمس وبوسق ننرع واخوه كاموس، والناس ديت عملوا وحده وطنيه غير عاديه وطردوا الهكسوس من مصر على يد احمس. يعني استخدم ايه؟ استخدم القوه العسكريه. طيب ساعه الاحتلال البريطاني، مين اللي ساعد على جلاء الاحتلال البريطاني؟ الضباط الاحرار والجيش المصري بعد ثوره 52. صح ولا غلط؟ طيب نيجي على الحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه من اللي قاومها؟ المصريين. ما كانش فيه جيش منظم في الوقت ده يخص المصريين، ولكن المصريين عملوا ثورات ضدهم وبرضه حاولنا طردهم، مع طبعا التعاون من انجلترا وتعاون الدوله العثمانيه اللي ساعدت، بعتت اسطول وارسلت اسطول لطرد مين؟ الحمله الفرنسيه. طيب يبقى القوى العسكريه اعتمدت مصر على جيش من ابنائها يدافع على ارضها رغم الغزوات المتكررة، رغم الغزوات اللي حصلت متكررة على مصر لاحتلال مصر، ولكن الجيش هو اللي ساعد على جلاء الناس دي كلها وطردهم من مصر وحماية أرضها. فكان وما زال هو الأداة التي تحمي حدود الدولة وتصون إنجازاتها وتعمل على استقرارها. طيب عقيدة الجيش المصري، قال لك يبني ويصون ويحمي ولا يعتدي مهما كانت قوته، فهي قوة رشيدة. احنا الجيش بتاعنا جيش دفاعي مش جيش هجومي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما بنروحش نعتدي على حد، ما بنروحش نعتدي على حد، لا احنا بنستنى الناس تيجي تعتدي علينا ثم ايه؟ نطردهم، زي ما حصل
السنين اللي فاتت. سادس حاجة وآخر حاجة هو الحفاظ على الهوية المصرية، حماية التراث الحضاري والاحتفال بالمناسبات الوطنية. أنا دلوقتي بقى عندي موقع جغرافي وعندي موارد طبيعية، حصل تجانس بشري وفي حكومة مركزية قوية وبقى عندي قوة عسكرية. أنا مش لازما الانتصارات اللي أنا بحققها ديت أدونها، صح ولا غلط؟ لازم أدونها. طيب لازما أحتفل بيها. طيب انت بتحتفل بيها ليه؟ بتعمل ذكرى اصلا سنويه للكلام ده كله ليه؟ زي ما اقول لسه قايلين ذكرى 73، ذكرى 52 ثوره 52 يعني، ذكرى عيد تحرير سيناء، عيد تحرير طابه. الذكريات دي كلها بنعملها ليه؟ اولا انا دلوقتي مثلا عاصرت الكلام ده، ابني لما هيتولد مش هيبقى عاصر الكلام ده، فلما تيجي في التلفزيون ذكرى وفي احتفال والنهارده اجازه بسبب عيد تحرير سيناء، هيجي يقول لي هو ايه تحرير سيناء ده يا بابا؟ احكي له، لما احكي له يبقى انا كده ايه؟ حكيت له الذكرى السنويه. يعني لازما يبقى حمايه التراث الحضاري والاحتفال بالمناسبات الوطنيه. بتعمل ايه؟ بتعزز الانتماء والحفاظ على الذاكره الوطنيه. يعني انا بفتكر اللي حصل وفي نفس الوقت بشرحه لابني، فابني يطلع عارفه، فيبقى عارف التراث الحضاري بتاع البلد، وبيعرف الانتصارات اللي عملتها مصر ضد اي عدو خارجي. تمام يا صاحبي؟ طيب الكلام ده مش لازم انا ادونه برضو. هو احنا بناخد دلوقتي مادة اسمها ايه؟ تاريخ؟ لا، اسمه تاريخ الوطن. تاريخ الوطن منهج جديد، صح؟ كلنا عارفين ان هو منهج جديد، بس هو التاريخ عامة ما بيتغيرش، بس هو عامله عشان تعرف يعني ايه هوية وطنية اللي احنا تقريبا نسيناها، نعرف يعني ايه عادات وتقاليد، نعرف يعني ايه اللي البلد ديت تعبت لحد ما عايشين احنا دلوقتي في استقرار وتطور غير عادي. طيب من خلال بقى ايه؟ احنا مش دلوقتي بندون الكلام ده في مناهج؟ ان الدولة كتبت المنهج الجديد ده عشان خاطر كطالب انت تدرسه وخلته مهم جدا، زيه زي العربي زي الانجليزي، دي مواد اساسيه لازما تدرسها. يبقى نفس الكلام الحفاظ على الهويه المصريه من خلال تضمين المناهج الدراسيه موضوعات للتاريخ الوطني. المناهج الدراسية يبقى فيها تاريخ وطني زي اللي احنا بندرسه دلوقتي. طيب اخر حاجة دعم الثقافة والفنون، وفي مقدمتها مثلا اصول الثقافة، مثلا دار الاوبرا المصرية. احياء التراث الشعبي، مش حمو بيكا، فوق معايا يا اسطى، مش حمو بيكا. احياء التراث الشعبي يعني الفنون الشعبيه اللي بتحكي عن او تعبر عن التراث المصري. احياء الفنون الشعبيه، بيقول لك ايه؟ دي فرقه فنون شعبيه بتحيي ايه؟ بتحيي التراث المصري. اي حفلات المصريين كانوا بيعملوها، ده كله بيحافظ على الهويه المصريه، يحافظ على العادات والتقاليد بتاعتنا، ويحافظ على التراث المادي والحضاري والثقافي. طيب يا صاحبي، يعني ايه بقى هويه وطنيه؟ يعني ايه هويه وطنيه؟ قال لك مجموعه من الخصائص التي تميز الشعب عن غيره، تميز الشعب المصري عن غيره عبر التاريخ، وتشكل شخصيته وتعكس انتمائه الوطني. زي ايه يا صاحبي؟ زي الدين، زي اللغه، زي تاريخ البلد. الكلام ده كله هو اسمه هويه وطنيه. يعني مجموعه من الخصائص، مجموعه من الخصائص التي تميز الشعب المصري عن غيره عبر التاريخ بشكل أو تشكل شخصية تعكس انتمائه وولائه للوطن. تمام يا صاحبي؟ دي الهوية الوطنية، وديت مقومات نشأة الدولة المصرية. طيب أنا كاتب لك ملحوظة: الدولة لا تقوم على عنصر واحد. الدولة لا تقوم على عنصر واحد. ليه الكلام ده؟ احنا مش لسه قايلين في عدة مقومات؟ في مقومات طبيعية زي الموقع الجغرافي، الحدود الطبيعية والموارد الطبيعية، وفي مقومات بشرية زي الحكومة المركزية القوية اللي عملها الشعب، القوى العسكرية اللي اتعملت من الشعب، التجانس البشري اللي حصل ما بين الشعب، الحفاظ على الهوية المصرية من خلال برضو الشعب. الكلام ده كله موارد بشرية أو مقومات بشرية. فلم تقوم على عنصر واحد ولكن على عدة مقومات نشأت الدولة المصرية وساعدت على استمرارها. تمام يا صاحبي؟ كده احنا خلصنا الدرس الأول في بناء الدولة المصرية. يا رب أكون فدتك بأي حاجة، يا رب أكون فدتك إن شاء الله 1%.
كل اللي عايزه منك تصلي على النبي. مش هقول لك بقى ادعمني واعمل لايك وسبسكرايب والكلام ده كله، هي هتيجي برزق ربنا. الواحد لو هيتشهر بقدرة ربنا. ربنا هو اللي قادر على شهرة الواحد، وانا مش عايز شهرة اصلا. انا مش عايز شهرة، انا عايز اكون او مثلا ابقى سبب واحد بس ان انت تنجح، اكون سبب واحد ان انت تفهم معلومة. في مدرسين كتيرة جدا وكلهم فوق راسي، ويمكن عندهم مادة علمية اقوى من اللي عندي. انا معترف بحاجة زي كده، عادي جدا، عادي. في ناس اكيد احسن مني 1000 مرة، تمام؟ والناس دي ممكن ما تبقاش اصلا معروفة ومش بتبان على السوشيال ميديا. في كوادر حرفيا بجد تتشال فوق الراس من كتر العلم اللي هو عنده. وفي ناس تانية برضو يا عم على راسي هم اللي بيبانوا. فمش شرط الشهرة ديت ولا اي حاجة، احنا مش هناخد الشهرة معانا في القبر ولا اي حاجة. انا يمكن انا بنزل لكم فيديوهات او ابتديت انزل فيديوهات وكلها مجاني، ويعلم ربنا برضو اقول لكم حاجة في الدروس الخاصة برضو لو مجاني قشطة تمام، ما بقولش لا. ليه؟ عشان التدريس والعلم والمعلم ده اصلا بيأدي رسالة. ده بجد، ده مش كلام شعارات، ده بيأدي رسالة. كل كلمة انا بقولها لك انت بتستفيد منها، انا باخد عليها ثواب. ده عند ربنا كبير جدا، عند ربنا كبير جدا، مش عايز اكتر من كده، والله ما عايز اكتر من كده. ممكن مثلا ايه الثواب ده او الحاجة اللي انا بعملها، الخير اللي انا بعمله ما يجيش بقى ايه في سبيل رزق او في شكل رزق فلوس، لا، يجي في رزق حاجات تانية، صحة، ابقى وسط اهلي ما يحصل لهمش حاجة، ستر من عند ربنا، هيحصل لي مصيبة فربنا هيبعد عني. الكلام ده كله مش لازم فلوس، مش لازم شهرة. كل اللي عايزك بقى تعمله ان انت بعد ما تفهم الدرس طلع بعض الاسئلة، تحل كتير قوي، طور في المقالي، طور ايدك. انا عارف ان انت اصلا نسيت يعني ايه مقالي، لا حاول تحل كتير. احتجت اي حاجة ابعت لك كومنتات وهتلاقي الارقام على الصفحة، هتلاقيني برد على كل الناس في كل الاوقات. خلصانة؟ يلا، كان معكم مستر مصطفى الأحمدي، صلى على النبي قبل ما نمشي. يلا سلام.